واخيرا اوكا ريتش برو ماشين بعد الكثير والكثير من فوران القهوه في الكنكه على النار. ويا مساء الخير والبركه من رب العالمين، يا رب كلكم تكونوا في صحه وسعاده وهنا وراحه بال يا رب. دي كانت اللحظه اللي انا هعمل فيها انبوكسنج للماشين. هي موجوده عندي من اكتر من 3 شهور، ده التاريخ اللي انا صورت فيه بالظبط. فتعالوا نفتح مع بعض الماشين وهجاوب على كل الاسئله اللي سالتوني عليها. اول حاجه الكتالوج اللي بيعرفك كل الاوبشنز اللي فيها وازاي تتعاملي معاها وتعملي احلى قهوه فيها. كمان معاها الضمان لمده سنه. ويلا نقول بسم الله ونطلع الماشين مع بعض. اللهم بارك. الماشين قيمه جدا غير اي ماشين انا جربتها واستخدمتها قبل كده. الوعاء بقى اللي بنعمل فيه القهوه انا مش عارفه اسمه ايه الحقيقه، كنكه ولا ايه، من جوه تيفال فغير قابل للالتصاق تماما، مش هيلزق فيه اي حاجه. شوفوا لي بقى جمال وشياكه الاوكا بجد، والماتيريال بتاعتها الخطيره. عاوزه اوريها لكم كمان من تحت، ده المكان بتاع السخان بتاعها. هطلع بقى كل الحاجات والتغليف الموجوده عليها وهوريكم كل حاجه فيها بالتفصيل. دول اكتر 3 حاجات تفاصيلهم رهيبه بيسهلوا الدنيا بجد. اول حاجه فرشه التنظيف الخطيره دي، هي مصنوعه ومعموله خصيصا لاوكا علشان ما تجرحش الاوكا من جوه، لان هي تيفال فممنوع انك تستخدمي فيها اي حاجه تخدشها، فدي علشان ما تجرحهاش نهائي. ده بقى المضرب اللي بيتركب جواها علشان يقلب القهوه، مش محتاجه انك تقلبيها خالص سواء عملتي قهوه عاديه او حتى باللبن. ودي طريقه التركيب بتاعته، هو بيتفك وبيتركب عشان برضو سهوله التنظيف. شايفين؟ كمان معاها معلقه معياريه، جنب صغير وجنب معلقه كبيره. عايزه اكلمكم على اهم نقطه، وان هي الفيشه بتاعتها ثلاثيه، لان هي وارد الخليج، واللي جرب الاجهزه اللي بتيجي من السعوديه هيفهمني قوي ويفهم قد ايه المنتج الخليجي جودته عامله ازاي. انا بس جبت لها المشترك ده علشان اركب الفيشه الثلاثيه فيها عشان اقدر بقى احطها في الفيش العاديه عندنا في مصر. ودي كانت شكل الماشين لما حطيتها بقى ونورت لي كده رخامه المطبخ عندي. ومن التفاصيل الحلوه قوي اللي ارزم اوكا عاملينها، انك تقدري تصبي بايدك اليمين حتى لو بتستخدمي ايدك الشمال هتعرفي، لان هي فتحتين من الصب من فوق، فسهله جدا وشيك قوي بصراحه. طريقه تشغيلها سهله جدا، بنضغط ضغطه طويله على الزرار ده بينور معايا كل الاوبشنز اللي فيها، وبتثبت على اوبشن واحد اللي هي القهوه الكلاسيك. بنلف بقى قهوه على السبرتيه، قهوه باللبن اللي هي القهوه الفرنساوي، كمان الهوت شوكليت. الجنب التاني اي مشروبات باللبن، وبعدين اللبن السخن، وبعدين الفومنج بقى بتاع اللبن الساقع، وكمان الفومنج بتاع اللبن السخن. فانتوا متخيلين ان فيها 8 برامج تقدروا تعملوا فيها كل المشروبات، تقريبا كل المشروبات. ده غير كمان ان فيها اوبشن حلو جدا، فيها سنسور بيتحسس درجة الحرارة، فاول ما القهوة بتاعتي بتفور، مش بتفور لا، هي بتدي انذار وبتوقف الفوران عشان تشربي احلى فنجان قهوة بوش كنت محتاجاه من زمان. مظبوطه جدا، في كل مره هتعملي فيها القهوه هتطلع بنفس الجوده. ده غير انك مش هتشغلي بالك، القهوه مش هتفور فمش هتتضايقي، فيومك هيبقى جميل. دي كانت قهوه على السبرتايه بمزاج، بتقعد تقريبا 4 دقايق، ودي بتبقى قهوه طعمها حلو جدا كانك عاملاها على السبرتايه بالظبط. لو مستعجله بقى ويومك سريع، عايزه تنزلي التمرين، عايزه تروحي في اي مكان، هتحطي مقادير القهوه بتاعتك، وفي اقل من دقيقه هتضغطي على الاوبشن بتاع القهوه السريعه، وهتعملها لك في 80 ثانيه بالظبط، وتقدري تاخديها معاكي في اي مكان. قهوه طعمها حلو وكمان بوش، ودي هتكون احلى كوبايه قهوه لو يومك سريع وبيكري. وزي ما قلت لكم بتقدر تحضر اي مشروب باللبن. انا دلوقتي بعمل نسكافيه، بحط بس كل المكونات والماشين عليها ان هي تجهزهولي كاني قاعده في احلى كافيه. وحقيقي ارزم اوكا عاملين احلى ماشين للقهوه بجد، تستاهل كل جنيه فيها. لو حابين تسالوا عن اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات.